لو جيت تبص على فريق متألق وظاهر بشكل قوي وسألت نفسك هو ايه الأسلحة اللي يمتلكها هذا الفريق، هتلاقي 3 أسلحة. أولا مدرب عبقري عنده فنيات وتكتيك عالي جدا. ثانيا خط وسط قوي. ثالثا حارس عملاق يقدر يحافظ على نظافة شباكه، وزي ما كلنا عارفين ان الحارس نص الفريق. تعالوا نتعرف على أفضل 5 حراس آخر 20 سنة. بسم الله. في المركز الخامس الهولندي فان دير سار، اللي كان دايما اسمه مرتبط بنادي مانشستر يونايتد برغم من انه انضم للشياطين وهو عمره 34 سنة، ولكن في فترة قصيرة قدر يثبت انه من افضل الحراس في تاريخ النادي بعد فوزه بالدوري الانجليزي 4 مرات بالاضافة لفوزه بدوري ابطال اوروبا. ولكن برغم من ان اسم فان دير سار كان دايما مرتبط بالمان يونايتد، لكنه قدر يصنع تاريخ مع نادي اياكس الهولندي بفوزه بدوري ابطال اوروبا 1995 وغيرهم من الانجازات والارقام القياسية اللي حققها، زي انه قدر يحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة متتالية في البريمير ليج اللي هو اقوى دوري في العالم، وبتلعب قدام افضل فرق العالم، وده اللي جعل فان دير سار اسطورة بين اساطير مانشستر يونايتد في حراسة المرمى. في المركز الرابع الاخطبوط مانويل نوير، افضل حارس في العالم 2014 بعد تألقه مع المنتخب الالماني في مونديال 2014 اللي فازوا بيه، وهو افضل حارس في البطولة، ده غير العظمة اللي كان بيقدمها مع بايرن ميونخ. ولك ان تتخيل ان نوير الحارس الوحيد اللي تصدى لضربتين جزاء من الهداف التاريخي لكرة القدم كريستيانو رونالدو في مباراة واحدة. والانجازات الفردية والجماعية اللي حققها الاخطبوط وابرزهم قيادته للفريق التتويج بلقب الدوري الالماني 9 مرات متتالية ودوري ابطال اوروبا مرتين. وعلى الجانب الفردي فاز نوير بجائزة افضل حارس في العالم من الفيفا 5 مرات، وغيرهم من الانجازات اللي صنعها الاخطبوط طول مسيرته اللي جعلته من افضل الحراس اللي جت في تاريخ كرة القدم. في المركز الثالث الحارس اللي لن يبتسم اوليفر كان، افضل حارس في كاس العالم 2002 اللي لن تستقبل شباكه سوى 3 اهداف فقط طول البطولة، ومنهم هدفين في مباراة النهائي امام منتخب البرازيل اللي فاز بالمونديال، بالاضافة لانه اختار كافضل حارس في العالم 3 مرات، وده بعد تألقه مع البافاري اللي فاز معاهم ب 24 بطولة. في المركز الثاني العملاق الاسباني اللي حصد الاخضر واليابس سواء مع ريال مدريد او المنتخب الاسباني ايكر كاسياس، اللي على مدار 16 سنة مع النادي الملكي قدر خلالهم يثبت انه اعظم من دافع عن شباك الميرينج، زائد قيادته للفريق للتتويج ب 32 بطولة منهم ثلاثية دوري الابطال، ده غير تألقه مع المنتخب الاسباني في كاس العالم 2010 وخصوصا تألقه في مباراة النهائي وتصديه ل3 انفرادات من روبن كانت كافية ان تجعل المنتخب الهولندي بطل للمونديال. ولكن عندما تملك حارس بعظمة ايكر كاسياس لا تقلق، وبكده اصبح كاسياس ثالث قائد في التاريخ يفوز باقوى 3 بطولات في تاريخ كرة القدم. في المركز الاول افضل حارس في القرن ال21 وبدون منافس جانو لويجي بوفون، الحارس اللي كان يعتبر خط دفاع لوحده وظهر بتصديات من وحي الخيال وحقق ارقام قياسية لن يصنعها اي حارس من قبل، زي انه الحارس الوحيد في تاريخ كرة القدم اللي عمل كلين شيت في 12 مباراة متتالية، وفاز بجائزة افضل حارس في العالم 5 مرات من الفيفا، زائد انه الحارس الوحيد في التاريخ اللي فاز بجائزة افضل حارس في عام 2003 من اليوفا، ده غير العظمة اللي شفناها في كاس العالم 2006 وتألقه في البطولة مع الجيل الذهبي للمنتخب الايطالي اللي قدروا يحققوا البطولة بعد تألق بوفون في مباراة النهائي، وده اللي رشح له الفوز بالكرة الذهبية ولكن يحتل المركز الثاني. ودول افضل 5 حراس اخر 20 سنة. لو انت شايف ان في حارس كان ممكن ينضم للقائمة مكان حارس اخر اكتب لي في خانة التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.